أهرامات الجيزة هي واحدة من المنشآت اللي حيرت العلماء والباحثين لقرون كتير، وخصوصا الهرم الأكبر. هرم خوفو مكون من 2 مليون و300 ألف حجر، والأحجار دي تقيلة جدا لدرجة إن وزن الحجر الواحد منهم بيتعدى 70 طن. وفي نفس الوقت الهرم ارتفاعه عالي جدا، حوالي 150 متر. أنا عارف إن معظمنا مش بيحب لغة الأرقام، لكن الأرقام دي فعلا مهولة. إزاي الفراعنة الجامدين دول قدروا إنهم يرفعوا حجارة تقيلة بالشكل ده للارتفاع العالي؟ دي مهمة صعبة علينا إحنا في العصر الحالي، حتى مع وجود التكنولوجيا والمعدات وأساليب البناء الحديثة. فإزاي بقى ناس من أكتر من 4000 سنة فاتوا قدروا إنهم يبنوا المنشأ الضخم ده، وهم ولا كان عندهم تكنولوجيا ولا معدات ولا أي حاجة، وكل اللي كان عندهم مجموعة من الأدوات المعدنية البسيطة وبعض الأخشاب؟ والأغرب بقى من ده كله هو إزاي الناس دي قدروا يثبتوا الحجارة بتاعة الهرم فوق بعضها من غير أي مواد أسمنتية أو مواد لاصقة. والإجابة على السؤال ده حاجة من الاتنين: يا إما الناس دي مخاوية لا سمح الله، أو إنهم قدروا يوصلوا لطريقة معينة في البناء مش محتاجة ولا تكنولوجيا حديثة ولا أدوات معقدة، لكن طريقة بسيطة جدا ومن كتر بساطتها ما جاتش على بال حد. أهلا بيكم، أنا محمد عاطف، وفي الفيديو ده هنجاوب على سؤال إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. موضوع إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات ده موجود فيه مجموعة كبيرة من النظريات، بعضها مرفوض تماما والبعض الآخر مقبول، وبعضها طريف لحد ما. زي مثلا واحدة من الفرضيات اللي بتتبنى فكرة إن اللي بنى الأهرامات دي هم المخلوقات الفضائية. أيوة بالظبط كده. ورغم إن الموضوع بيبان إنه شيء مضحك بالنسبة للبعض، إلا إنه بالفعل منتشر مجموعة من الدراسات والأبحاث بخصوص الموضوع ده، وعدد كبير من الناس مؤمنين تمام الإيمان إن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات. لكن طبعا الكلام مش منطقي بالمرة، ومجرد فرضية مش أكتر. ومن الحاجات الغريبة برضو اللي منتشرة في أذهان بعض الناس هو اعتقادهم بإن الفراعنة كانوا عمالقة وأجسامهم طويلة، وبالتالي ناس عملاقة زي دول سهل عليهم إنهم يرفعوا الحجارة بإيدهم وينقلوها من مكان للتاني ويبنوا الهرم بكل بساطة. ومش بعيد كمان يكونوا كانوا بيحدفوا الحجارة لبعض. وطبعا الكلام ده برضه غير صحيح. الفراعنة ما كانوش ولا عمالقة ولا أي حاجة، وكانت أطوالهم عادية جدا. وكمان لو بصينا على التوابيت بتاعتهم الموجودة في المقابر والمتاحف أو حتى جوه الأهرامات نفسها، هنلاقي إن مقاسات التوابيت عادية جدا وبرضه مش ضخمة، وبالتالي الفراعنة أجسامهم كانت زينا. القصة التقليدية عن كيفية بناء الفراعنة للأهرامات واللي قالوها لنا واحنا صغيرين إنهم نقلوا الحجارة دي من جنوب مصر وجابوها لحد موقع الهرم الحالي، ونقلوا 2 مليون حجر وزنهم أطنان خلال المسافة المهولة دي. ما علينا. وأخيرا بقى عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم، وبعدين جروا عليه الحجارة الضخمة دي فوق بكر أسطوانية من الخشب وشدوها بالحبال عن طريق السيران والعمال، وبكده يبقوا بنوا الأهرامات. وبالرغم من ان القصة مرت علينا مرور الكرام، لكن محتاجين نقف عندها شوية. اولا علميا علشان الطريقة دي تتنفذ لازم الساتر الترابي ده يكون خرسانة مسلحة، لان ساتر ترابي مستحيل يتحمل وزن 70 طن بيتحرك عليه، لانه ببساطة هيهبط وهينهار. وكمان البكر الخشب مش هتتحمل الاحمال دي برضه. ومحتاجين على الاقل عجلات من الصلب تكون قوية جدا، لاننا بنتكلم عن 70 طن. وبالتالي طريقة البكر الخشب والساتر الترابي والكلام الفاضي ده كله مش منطقي. وحتى لو افترضنا انهم نفذوا الطريقة دي، فحجم الساتر الترابي اللي بيحكولنا عنه ده لازم يكون اكبر من حجم الهرم ب10 مرات. وبعض المفكرين بيقولوا ان بناء الساتر الترابي العملاق ده وبناء الطرق المهولة دي حوالين الهرم وبعد كده ازالتها ما بيكونش ليه اي اثر بعد كده، ده في حد ذاته انجاز يفوق انجاز الهرم نفسه. وعلميا مستحيل ازالة الساتر والطرقات العملاقة دي من غير ما يبقى لها اي اثر، واحنا بالفعل ما لقيناش اي اثر لحد النهارده، وده بيخلي الحدوته كلها على بعضها غير صحيحه. بعض الفرضيات اللي ظهرت حديثا في محاوله لتأييد النظريه السابقه ان في باحثين خمنوا ان الفراعنه اثناء شدهم للحجاره الموجوده فوق البكر الخشب ده كانوا بيرشوا عليها ميه، وده هيسهل حركه البكر وهيقلل القوه اللي محتاجينها علشان يحركوا الحجاره دي للنص تقريبا. اما بقى بالنسبه للنقطه اللي بتقول ازاي الفراعنه نقلوا 2 مليون حجر ضخم من جنوب مصر لحد موقعه الحالي في الجيزه، فالباحثين بيرجحوا ان المنطقه الصحراويه اللي موجوده فيها الهرم كانت عباره عن منطقه نهريه، وكان موجود فيها قنوات وتفريغات متعدده من نهر النيل، وبالتالي نقلوا الحجاره دي عن طريق الميه. لكن طبعا في النهايه كلها محاولات لتبرير الطريقه السابقه زي ما قلنا، لكن مع كل ده ما زالت الطريقه غير منطقيه بالمره، وبتحتوي على تساؤلات كتير ملهاش اي اجابه. واهم التساؤلات دي ازاي رفعوا الحجاره الضخمه دي للارتفاعات المهوله دي من غير اي رافعات او طائرات او معدات حديثه؟ لكن طبعا محدش جاوب. هل الفراعنه مثلا كان عندهم جهاز بيخليهم يلغوا الجاذبيه في منطقه معينه فيرفعوا الحجاره بسهوله؟ للاسف برضو مفيش اي دليل على ده. خلينا بقى ننتقل سريعا لنقطه تانية: ازاي الحجاره بتاع الهرم متثبته ببعضها من غير استخدام مواد اسمنتيه؟
وكانت الإجابة اللي قالوها لنا زمان برضو إنهم ثبتوا الحجارة فوق بعضها عن طريق ما يسمى بخلخلة الهواء، واللي معناها ببساطة إنهم بيحطوا حجرين فوق بعض وبيبدأوا بطريقة ما إنهم يفرغوا ذرات الهواء اللي موجودة ما بين الحجرين، وبالتالي بتبدأ الحجارة تتثبت فوق بعضها وكأن في مادة لاصقة موجودة ما بينهم. بس برضو مفيش أي دليل على الكلام ده، وكله مجرد تخمين، لأن موضوع تفريغ الهواء ده في حد ذاته محتاج تقنيات متقدمة. واحدة بقى من أكتر الحاجات المدهشة بخصوص الأهرامات إنهم إزاي خلوا أسطح الحجارة مستوية بالدقة الشديدة دي. الحجارة بتاعت الهرم على شكل مكعبات ومتوازيات ومستطيلات منتظمة الشكل، والمفروض إن المكعبات دي منحوت. تخيل بقى إن النحت ده بيتم بمعدات بدائية وأدوات بسيطة، واللي بتعتبر في حد ذاتها عملية انتحارية. تسوية سطح 2 مليون حجر موضوع بيحتاج لمجهود خيالي وعمالة غير عادية، فبالتالي فكرة نحت الصخور هي كمان مش منطقية بالمرة. وبكده تقريبا كل الطرق والفرضيات اللي سمعناها لحد دلوقتي مفيش منها أي حاجة صحيحة. ونكمل ونقول ايه هيكون رد فعلك لو قلتلك ان المكعبات الصخرية اللي اتبنى منها الهرم اتصبت في مكانها زي ما بنصب الخرسانة العادية بالظبط، وان الصخور دي ولا اتنحتت ولا اي حاجة من الكلام ده؟ قال الباحث السويسري فون دانيكين ان الفراعنة وقتها كانوا عارفين طرق تخليهم يعملوا خلطة معينة بتكون صخر مصطنع أشد صلابة من الخرسانة اللي بنستخدمها النهاردة، والخلطة دي كانت عبارة عن طين وبعض المواد الكيميائية اللي بيتم تسخينها، والخليط ده لما بيجيب في شكله بيكون زي الحجر الطبيعي بالظبط وبيقدر يعمر لآلاف السنين. وتخيل بقى إنه باستخدام الفرضية السهلة دي هنحل كل المشاكل اللي كنا مقابلينها مع كل الفرضيات اللي قبلها. هنكون في غنى عن إن إحنا نقطع وننحت الصخور بدقة عالية، مش هنحتاج ننقل الصخور لمسافات مهولة، مش هنحتاج برضو لرفع الصخور للارتفاع الكبير ده، ودي حاجة لوز اللوز. طيب العلماء دول توصلوا للنظرية دي إزاي؟ والموضوع ده بدأ منين؟ البداية إن كان في مجموعة من العلماء بيبحثوا عن غرفة سرية جوه الهرم، وعرضوا الهرم بالكامل لمجموعة من الأشعة، وفجأة لاحظوا إن الأجهزة بتديهم نتائج مضطربة وغير منطقية مع إن الأجهزة سليمة ومفيهاش أي عطل. وكان التفسير الوحيد اللي حصل إن الصخور بتاعة الهرم جواها كمية مياه كبيرة جدا، وعلميا إن كمية المياه ديتي مش ممكن تكون موجودة في صخور طبيعية. وده اللي خلاهم يميلوا للفكرة دي إن الصخور دي بتكون مصطنعة أو صخور تم بنائها. وبعدها جه جوزيف عمل تجربة علمية بإنه حاول يوصل لخلطة شبيهة للخلطة دي، والتجربة نجحت وحصل على نتائج إيجابية، وفعلا قدر يصنع صخور بالأحجام دي وكمان ملتصقة مع بعضها البعض. وحاليا القائمين على البحث بيحاولوا يوصلوا لتركيب الخلطة اللي الفراعنة استخدموها، وبيقولوا إن سر الخلطة دي واحدة من الأسرار الكتير اللي الفراعنة كانوا عارفينها، زي ما كانوا عارفين في الفلك والكيمياء أو في التحنيط. يعني من الآخر كده صخور الأهرامات كانت عبارة عن مادة أشبه بالخرسانة الإسمنتية السائلة، ولما بتجف بتبقى صخور متماسكة ومتناسقة مع بعضها، ودي الطريقة اللي بنوا بها الصرح العظيم ده. ومش بعيد يكون كمان استخدموها في المباني التانية اللي زي المعابد والمسلات الضخمة، يعني ولا كانوا بيرفعوا حجارة ولا بيحركوها، دول كانوا أصلا بيصبوها في مكانها داخل قوالب. وطبعا مش بنقول أي فرضية، وطبعا مش بنقول إن فرضية الصب ديت هي الطريقة الأكيدة اللي الفراعنة استخدموها في بناء الأهرامات، لكن بنقول إن ديت إلى حد ما أكتر الفرضيات المنطقية والمقبولة، وممكن يظهر في يوم من الأيام نظرية تانية بتوضح الموضوع أكتر وأكتر. وأخيرا محدش يقدر ينكر إن الفراعنة وصلوا لدرجة من العلم في بعض المجالات ما قدرناش نوصلها لحد النهاردة، وده بالرغم من التقدم والتكنولوجيا الحديثة اللي احنا فيها. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا أول بأول.